انا النهارده هشرح لك في محاضرة كاملة ازاي تقدر تصمم حتى لو انت مبتدئ مش عارف اي حاجة عن الجرافيك ديزاين. ازاي من خلال موبايلك تعرف تعمل فلوس من خلال مهارة الجرافيك ديزاين بمساعدة تشات جي بي تي. طب ازاي نعرف ان احنا ندمج تشات جي بي تي مع كانفا، وازاي ان احنا نقدر ان احنا نعمل دخل كويس من الموضوع ده. طيب ركز معايا جدا علشان الموضوع ده للاسف محدش يعرفه الا قليل جدا جدا. طيب اول حاجه، الحاجه اللي احنا عارفينها طبعا ان في حاجه اسمها استكشاف نماذج. هتخش هنا على كانفا وبعدها تقول له مثلا انا محتاج اي تصميم ايا كان. يعني لو قلت له هنا محتاج تصميم عن برجر مثلا بالشكل ده، هتيجي تبص هيقول لك هنا هلو اكستايد، مش عارف هل يمكنني مشاركة التفاصيل. فانت هنا بتكتب له التفاصيل اللي انت عايزها، فبتقول له مثلا برجر خصم. طبعا لما بتكتب له تفاصيل اكتر بيعمل لك بلاجن افضل يعني. طيب يعني ايه بلاجن؟ اللي هو بيدي لك على طول اوتوميشن كده، رابط بيبقى قالب جاهز بتقدر تعدل عليه. طيب خصم 60% بالمنظر ده. طيب يعني هو دلوقتي حاليا بيعمل لك ملخص التصميم، بعدها بيجهز لك الديزاين بتاعك. تمام، فزي ما انت شايف هنا جاري بدء الاجراء. طبعا الاجراء بتاعك بيقول لك هنا السماح بالشكل ده، فهو هنا بيعمل لك البلاجن على طول بيحولها لك على كانفا. تمام، تصميم عصري بالاحمر والاسود لاعلان عرض خاص. هنا زي ما انت شايف على طول عملها لك بشكل كامل. طيب انت هنا بتعمل ايه او المفروض تعمل ايه؟ هتيجي هنا تضغط عليها وبعدها تضغط هنا. طبعا هو ممكن يدي لك خطأ لو انت مش رابط السيرفر بتاعك. تمام، لكن احنا هنا رابطين السيرفر بتاعنا بشكل كامل. زي ما انت شايف، مبروك عليك، خلاص انت عملت الديزاين بتاعك. يلا غير بقى شوية الحاجات دي وكده خلاص. يعني الموضوع مش صعب. طيب نقول مثلا ان احنا عايزين نوع تاني من التصميمات. هنا بيقول لك فتح الرابط، نفتح تصميم تاني على طول. خلاص مبروك عليك، التصميم بتاعك جاهز. فكده انت اتعلمت او مش محتاج اصلا تعليم، هو الموضوع بسيط خلاص. بتبدأ ان انت تصمم براحتك او تعدل على التصميم بتاعك. طيب نخش هنا مرة تانية، هتلاقي التصميم ده كمان. طيب لو جينا نقول كمان ان احنا لا يا عم جي بي تي فهمته انا محتاج ايه. طبعا انت طول ما انت بتديله المعلومة بشكل واضح، هو هيدي لك النتيجة اللي انت عايزها بشكل واضح وسليم وزي ما انت عايز. طيب هو بيقول لك كما اعطيتني التفاصيل شكرا لاحتياجك، اوكي ابعت. خلاص هو بيبعت لك كل حاجه زي ما انت عايز. هنا طبعا بيكاريت كذا بلجن، طبعا زي ما انت شايف جاري بدء. فانت بتدي له السماح. طبعا ده اهم حاجه ان انت يكون عندك كانفا اللي هو المدفوع. ولو انت محتاج كانفا المدفوع بسعر قليل جدا، انا ممكن اوفره لك بسعر قليل جدا واشتغل معاك، وممكن كمان اربط لك البلجن ده بحيث ان انت مش محتاج بعد كده تصمم، فاهم؟ فالموضوع هيبقى سهل جدا معاك. طيب زي ما انت شايف كده تصميم كلاسيكي انيق بالوان نبيتي برتقالي. طب خلينا كده نشوفه. طيب هو انت بتعدل ازاي؟ هتخش هنا على الخط مثلا، نقول مثلا طبعا كانفا برو اللي عندنا في جميع الخطوط، يعني الحمد لله مش محتاج ان انت تدور على خطوط تانية. طيب زي ما انت شايف كده انت ممكن تغير الخط بكل بساطة وتعمل كده. وبعدها مثلا هنا بتغير اسم البراند، وبعدها هنا انت بتغير برضو الرقم. طبعا هو عملها لك هنا بالعربي. طبعا البلاجنز دي بتبقى موجوده اصلا اوريدي على كانفا، بس هو بيعدل الكلام. تمام، طبعا هنا انت ممكن تعدل كمان الرقم التليفون. فانت كده مش محتاج حاجه، عدلت رقم التليفون، عملت المكان، كل ده تعديل بس بسيط. خلاص انت عملت الديزاين بتاعك، بتستلم فلوسك ايا كان بقى، سواء انت بتشتغل مع مين. طيب زي ما انت شايف كده عمل لي كذا ديزاين، ممكن ادخل على اي تصميم فيهم زي ما انت شايف كده، وبعدها ابدا ان انا اعدل. قلنا مثلا الطريقه التانية، الطريقه اللي هي فيها جهد شويه. طيب نعمل ايه؟ هنخش هنا على تشات جي بي تي وبعدين نقول له محتاج تصميم احترافي منك مثلا. ان هو بيكتب احسن وصح باللغه الانجليزيه، وهقول لك بقى تعمل ايه وازاي ان انت تعدل على الديزاين ده. طيب هنعمل هنا كده مشاركه. طبعا الموضوع سلس جدا، انا حاولت ان انا اعمل لك حاجه سلسه بسيطه جدا سيمبل بحيث ان انت ما تزهقش، فاهم؟ طيب هو هنا بيقول لك عنوان الكورس بالظبط بالانجليزي ذا كينج، ما فيش مشكله، ما هو محتوى الكورس. فانت طبعا بتديله كل المعلومات التفصيليه بحيث ان هو يعمل لك ديزاين على اعلى مستوى. طيب خليني هنا اطلع معاه بريكورد كده بسيط او اقول له الحاجه اللي انا عايزها، بدا يعملها لي 3 دي زي ما انا عايز. طول ما انت بتدي له تفاصيل اكتر هو هيعمل لك الحاجه بشكل افضل. طيب زي ما انت شايف كده حرفيا عمل لي ديزاين انا لو عايز اعمله ممكن اخد فيه وقت كبير جدا. طيب تعالى بقى نعدل الكلام ده كله وننقل الكلام ده بطريقه احترافيه علامه الزائد. طبعا الموضوع مش محتاج اي فكره عن الديزاين، انت مجرد بتحط الصوره الاستخدام في تصميم جديد وبعدها بتخليها بالمنظر ده. طبعا هو بيعمل ابلود معاك
علشان خاطر نقدر ان احنا نستخدم الماجيك ستوديو. طبعا لو انت مشترك معانا في كانفا هتعرف توصل لماجيك ستوديو، وهتعرف توصل للادوات دي كلها، وهتعرف تعمل الحاجات دي بسهوله، لان احنا بندخلك في جروب، وكمان بنخليك تعرف تعمل الكلام ده. لو عندك حتى اي سؤال او اي استفسار بنقدر ان احنا نرد عليك. طيب ماجيك ستوديو بالمنظر ده، وبعدها الحصول على نص. طيب اللي بيحصل دلوقتي، ان هو هيبدأ ياخد الكلام ده كله بضغطة زر واحدة زي ما انت شايف كده، وتعمل عليها امساك، وبعدها تبدأ ان انت تشيل الكلام ده وتحوله بالعربي. تمام. طيب هو كده خلاص شال. طيب خلينا بقى نغير الكلام ده، او نغير الفونت. هنيجي هنا على الفونت اللي انا بستخدمه دايما، او الفونت بتاعي، وبعدها اخليه بولد بالمنظر ده، واخليه بالشكل ده كده مثلا. طيب انت بتقول هنا ان انت هتسميه بالشكل ده، طيب او هتخليه بالشكل ده برضه. طيب في برضه اشكال تانية كتير، او في فونتات تانية. مثلا الفونت ده هنعمل كده وهنخليها كده. طبعا هو معاه يعني اللون البراند بتاعه وعمل كل حاجه، يعني مش محتاج اي مشكله خالص. طيب هاجي هنا واكتب بالشكل ده خصم. عايزها طبعا الموضوع ما بياخدش منك وقت كبير جدا. هنعمل هنا بالشكل ده كده بالمنظر ده. تمام. طيب هنقول هنا ان احنا عايزين نغير الكلام ده. هتيجي هنا كده او على جوجل عادي، هتاخد الكلام ده وبعدها تعمل الترجمة، وبعدها تغير الكلام ده بالشكل ده. هتبدأ ان انت تعمل الديزاين بتاعك ببساطة. وهنا هتحط طبعا الرقم التليفون وبس. الموضوع مش صعب خالص، بالعكس الموضوع بسيط جدا. تقدر تعمل ديزاينز على اي فكرة انت عايزها. طبعا لو انت عندك صورة مثلا معينة وقلت له انا عايز نفس الصورة تعملها لي، هيعملها لك برضو. يعني مثلا الصورة دي، هتيجي تقول له هنا في الصور انا عايز الصورة دي بالشكل ده، اعمل صورة شبه وبالانجليزي مثلا، فهو هيبدا ان هو يعمل لك نفس الصوره. ده عمل برضو حاجه جميله جدا هنا، واسلوب تاني عجبني قوي الاسلوب ده على فكره. يعني الاسلوب ده جميل جدا 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 من حيث الديزاين ومن حيث الفكره، يعني فالديزاين ده حلو قوي. طيب لو انت برضو محتاج تدخل جروب التليجرام، انا سايبه لك في الديسكريبشن. محتاج اي مساعده في اي حاجه، احنا موجودين 24 ساعه. يا ريت لو كومنت بسيط جدا فيه دعم، فدي حاجه تشرفنا.